السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا بفيديو جديد ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة. دوت كيس جاهز، مش دقيق سايب، فعليه بقى محطوط سكر ومحطوط جوز الهند ومحطوط كل حاجة، حتى البيكنج باودر وكل حاجة. يعني احنا هنعمل الشربات وهنعمل البسبوسة وندخلها الفرن ونسقيها. اسهل من كده مفيش. هنعمل ايه؟ انا حطيت كوبايتين هنا سكر، عليهم كوباية واحدة مية، علشان 5 دقايق بس السكر يدوب. هنعصر نص ليمونه ونحط فانيليا ويبقى الشربات كده اتعمل. عبال ما الشربات يتعمل هنعبي البسبوسه ونحطها في الفرن، عشان احنا بنسقي البسبوسه شربات سخن، هي بتبقى سخنه والشربات سخن. وهنشوف مع بعض دلوقتي. هنحط ده على النار واجي اعمل معاكم البسبوسه. هنحضر بقى البسبوسه مع بعض عبال ما الشربات ينزل من على النار. هيكون البسبوسه دخلت الفرن وهما الاثنين ان شاء الله يبقوا سخنين، ونسقي البسبوسه مع بعض. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط الكيس، هو ده كيس بسبوسه، كيس جاهز تمام. وزنه طبعا ما بيبقاش نص كيلو، تقريبا 350 جرام او حاجه زي كده يعني. بس هنحط عليه ايه؟ كوبايه الا ربع سمنه، دي كوبايه الا ربع، عايروها كده. وهنعمل ايه مع بعض؟ هنبس بقى البسبوسه بالسمنه لغايه لما السمنه تشرب كلها من حبيبات الدقيق بتاع البسبوسه السميد. احنا ممكن نبسها بايدينا تمام، بس احنا طبعا ايه، الاسباتولا هتقضي الغرض ان شاء الله. متنسوش اللي وصل لغايه دلوقتي يدوس لايك، متنسوش اللايك يا جماعه، واللي بيرفع الفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. واعمل لكم حاجات حلوه كتير وحاجات جديده، وابتكر لكم بقى باذن الله حاجات كده، اكلات مش مصريه على اكلات مصريه. والبنوته اللي لسه متجوزه تتعلم تعمل البسبوسه، اسهل من البسبوسه مفيش. هنجيب كيس جاهز من السوبر ماركت ونحط كوبايه الا ربع سكر، سمنه قصدي، ونبس بقى البسبوسه. بصوا كده السمنه ما بقاش ليها اثر خالص، اتشربت من كل الدقيق اتملى كده، يعتبر ايه، بسناها. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب كوبايه لبن او زبادي او لبن رايب، كله بينفع. ده لبن بس فيه قشطه كتير، انا هعمل بيه. دي كوبايه لبن، هندوب بقى الموضوع ده كله عشان هو بيبقى فيه سكر، لازم السكر يدوب تماما. ممكن تضربيها في مضرب، ممكن تضربي الخليط ده كله بمضرب، وممكن تضربي زي ما انا بعمل كده، وممكن بايدك، اي حاجه. المهم ان تحسي ان السكر كله دايب. في حبيبات سكر كده في البسبوسه، او لو انت جايبه البسبوسه دقيق بتروحي حاطه جوز الهند وحاطه سكر، عشان الدقيق ما بيبقاش فيه المكونات دي. انما الكيس الجاهز بيكونوا حاطين فيه بيكنج باودر او كربونات الصودا، وبيحطوا جوز الهند وبيحطوا سكر، عشان انت يعني يعتبر كيس الجاهز دوت بيخفف عليكي عبء كبير. يا دوبك بس هتدوقي بالمقادير كلها مع بعض، بس تحس ان كله دايب مع بعض. بعد ما كله يدوب هندهن صينيه ونحطها، علشان لو ما دوبناش السكر كويس ودخل الفرن هتحس ان السكر بيقرش تحت سنانك. كده داب كويس جدا. بصوا، حاسه انه خلاص مفيش اي تكتلات ولا سكر ولا لبن الزبادي ولا اي حاجه. هنجيب مع بعض صينيه مدهونه سمنه، اللي عايز بقى يعمل بزبده يعمل، اللي عايز بسمنه بلدي يعمل يا جماعه، بس احلى حاجه بالسمنه، يعني السمنه البلدي. انا اخترت حجم الصينيه بقى، الحجم اللي انتوا عايزينه. عايزينها
سمكها قد ايه بتحطي الصينيه اللي انت عايزاها. هي اساسا ما بتعلاش، او لو عليت هتعلى سنتي ولا اقل من سنتي كمان. البسبوسه عامه ما بتعلاش قوي. احنا طبعا مش حاطين لها بيكنج باودر، هم حاطين لها، بس هم حاطين لها حاجات بسيطه يعني مش كتير. هنساوي السطح كده. هنعمل ايه بقى؟ نقعد نخبط فيها كده لغايه لما السطح يتساوى. بس انا مش عارفه اخبط هنا عشان دي ترابيزه يا جماعه. بطيها كام خبطه كده حلوين، هتلاقي السطح استوى. وبعد كده هندخلها الفرن. اللي عنده مروحه طبعا هيشغل المروحه، اللي ما عندوش مروحه هيشغل البوتاجاز عادي. ولو وشها محمرش سنه تولعي الشوايه وسهلي على نفسك، يعني هي ممكن تاخد في الفرن نص ساعه ولا حاجه زي كده. ونشوفها بقى بعد ما تخرج، وهنسقيها قدامكم بالشربات السخن وهي تكون سخنه، ونشوف مع بعض هنعملها ازاي. ودي البسبوسه بعد ما خرجت سخنه ومولعه كده من الفرن. وده برده الشربات سخن، سامعين الطشطشه؟ هو ده الصوت بقى المطلوب. السخنه البسبوسه سخنه والشربات سخن. هي البسبوسه كده يا جماعه. كل ما تتشرب حبه نسقيها تاني. مش عايزه اسقيها اكتر من لازم عشان بس ما تبقاش ايه تجزع لنا نفسنا. سخنه لسه خارجه اهي. ولما تبرد قطعوها وتاكلوها بالهنا والشفا. البسبوسه دي جميله والله، ادوقوها بس كده واعملوها وجربوها مع بعض. اسهل منها مفيش. كيس بسبوسه على كوبايه الا ربع سمنه، والشربات كوبايتين سكر وكوبايه ميه، او كوبايه ميه وكوبايه سكر، وتسيبوها على النار حسب الرغبه يعني. شايفين قربت تتشرب ازاي؟